الغاليين أهل مصر، أهلا بكم في حلقتنا النهاردة. طبعا مع قرب 25 يناير واحتفالات أعياد الشرطة واحتفالات ثورة يناير، بيعاد تدوير النفايات، وأنا أقصد اللفظ تماما، بيعاد تدوير النفايات. بنيجي قبلها بشهرين ويبتدي يطفح علينا نفايات ثورة يناير والناس اللي كانت سبب أو كانت ستتسبب في ضياع الدولة. طيب بنيجي نبص نلاقي النهارده في مزايدات جامده جدا ومراهنات جامده جدا على ان مصر لم تدعم القضيه الفلسطينيه. طبعا تاريخ دعم مصر للقضيه الفلسطينيه ده كتاب تاريخ، ولكن انا النهارده هتكلم على اخر سنه، وهو العدوان من 7 اكتوبر 23 ل 7 اكتوبر 24. حجم المساعدات اللي قدمتها مصر لاهالينا في غزه مقارنة بحجم المساعدات اللي اتقدمت من العالم كله، مش هختص حاجة معينة. يعني ما تعرف ان اجمالي المساعدات اللي دخلت غزة 87% منها مصري، يبقى انت لازم تمشي كده ورافع راسك لفوق وتقول انا مصري، انا خيري على الكل، وانا اقصد الكلام تماما. اما تعرف النهاردة ان حجم المساعدات اللي دخل من مصر 87%، وبعيدها تاني، والكلام ده انا مش جايبه من عندي، الكلام ده موجود على جوجل وموجود على ويكيبيديا وموجود في كل المنظمات العالميه قايله. اما تعرف ان مصر مدخله 2000 طن مواد غذائيه، يقابلهم 24 طن من منظمه الصحه العالميه، ويقابلهم 28 طن من دوله تركيا، ويقابلهم 12 طن من دوله الامارات، و12 طن من دوله تونس، و12 طن اظن من المملكه العربيه السعوديه. يعني احنا هنا بنتكلم على 2000 طن مقابل 24 من منظمة عالمية ومقابل 28 من دولة الخلافة. يبقى لازم تمشي ورافع راسك لفوق قوي. وعايز اقول لك على حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان الدولة اللي عليها قاعدة عسكرية هي دولة محتلة. الدولة اللي عليها قاعدة عسكرية أجنبية هي دولة محتلة. احنا أيام الملك كان في استعمار، لكن كان في الملك المصري، لكن كان اللي بيحكم مصر مين؟ المندوب السامي البريطاني. افهم دي كويس واقولها لك تاني. احنا أيام الاستعمار الإنجليزي كان في الملك، ولكن كان اللي بيحكم مصر المندوب السامي البريطاني. تمام؟ فالنهارده أي دولة أيا كانت طالما عليها قاعدة عسكرية أجنبية فبيحكمها المندوب السامي للقاعدة العسكرية الأجنبية. لكن احنا الحمد لله الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط اللي ما فيش على أرضها عسكري أجنبي، فاحنا ماشيين ورافعين راسنا لفوق قوي. الحاجة المهمة جدا إن آخر من تفاوض على الأرض الفلسطينية، وأنا أقصد الكلمة تماما، آخر من تفاوض على الأرض الفلسطينية هو الراحل الشهيد محمد أنور السادات. كل اللي جه بعد كده بيتفاوض على أسراه، كل اللي جه بعد كده بيتفاوض على المساعدات، كل اللي جه بعد كده بيتفاوض على المعونات ويحكم ولا ما يحكمش، لكن ما فيش حد تفاوض على شبر أرض، بالعكس كلهم أضاعوا الأرض. خلي بالك احنا ماشيين ورافعين راسنا لفوق قوي عشان احنا مصريين عندنا عزة وكرامة. انما بقى اللي يقول لك انا ماشي مطاطي راسي، فانت مطاطي راسك عشان انت هربان، مش عشان انت عايش على ارض مصر. انت مطاطي راسك عشان انت عندك عار وهربان. لكن احنا المصريين رافعين راسنا لفوق قوي وشامخين قوي، وعمره ما يحصل حاجة تخلينا نوطي راسنا، لان احنا اشراف ومصريين. مش كده ولا ايه؟